صباح الخير البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفتم الصحة والعافية. بديت معكم اليوم من البلكون، من الطبيعة والنباتات الطبيعية اللي خلقها الله. كيف كتشوفوا كنوريكم صراحة هاد العام تكرفتوا لي النباتات، لان كيف عرفتوا كان الجو كان هاد العام الكونفينمون، داك الوقت ديال الربيع اللي كيكون بصراحة انا كل من كيدخل شهر مارس هكا شهر ابريل كنحاول نعتني بلي بلونت، كنبدا نشريو لهم مقويات، كنشري لهم التراب، المهم كنعتني بهم كيعيشوا لي مدة اطول. ودابا كيف كتعرفوا تقلب الجوج جا الخريف، يعني بداو النباتات كيتضرروا، خاصهم التغذيه. المهم هي اهم حاجه نعطيكم الوسائل او لي زاستوس اللي كندير انا باش كنحافظ على النباتات ديالي يعيشوا مده اطول. اكيد كاين بعض النباتات كيموتوا ليا حيت ما كاين شي نباتات خاصهم عنايه اكبر، وانا ما عنديش داك الجهد صراحه باش نعتني بهم اكثر. ولكن المهم بالنسبه لي بلونت اللي كتعيش دائما، يعني كتحمل الشمس والظل وغيره، عندي لي بلونت دائما كنحاول نعتني بهم باش يعيشوا مده اطول. اهم حاجه اننا خصنا كل مره نحاولوا نبدلوا لهم التراب، حيت التراب هذاك اللي كنشري التراب الاورغانيك او من خاص بلي بلونت او بالخضر او غيره، كيكون مدعم، هو اللي كيعطيهم التغذيه او المينرال اللي كيكونوا محتاجينهم باش كيعيشوا مده اطول. غير الماء، غير بعض المواد العضويه اللي كيتباعوا، خاصه كيتباعوا في المحلات هكا، باش كيحاولوا ان النباتات ديالنا يعيشوا مده اطول. المهم انا غنكمل معكم طريقتي اللي كنحاول نعتني بها لي بلونط ديالي. كيف كتعرفوا لي بلونط كيعطيو بهجه للبالكونات وللديور وغيره. بصراحه انا ماشي من الناس اللي كينجحوا معايا لي بلونط يعيشوا مده طويله، ولكن المهم كنحاول معاهم، يعني كنحاول نعتني بهم. انا بحال وليداتي كيعجبوني لي بلونط بزاف يكونوا في الدار، مالغري كنشري الورود وغيره، ولكن كتعرفوا الورود انهم صعابين يعيشوا في الخريف وفي البرد وهكا، عندهم مده زمنيه قصيره وكيموتوا لي للاسف. واخا كنضل نشري لهم ونحاول نقرا نقول هذه كتصلح هذه ما كتصلح، ولكن داكشي كيبقى زعما تسخير من الله. المهم هذا هو التراب اللي كنشري انايا، كيتباع في السوبر مارشي، خديت غير كميه قليله. المهم كنحاول نحيد داك التراب الزائد اللي يكون فيه الكالكير ديال النبته وغيره وغيره، وكنبقى نضيف هكا في التراب اللي شريتو جديد، يكون مازال عامر بالمينرال وغيره. بهذه الطريقه كنضيفو للنبته وكنبقى نحاول ندكو في وسط البو. وثاني استيوس بالنسبه لي بو يكونوا صغارين وكانت النبته بدات كتكبر، من الاحسن نحولوا لها البو نحطوها في يعني فاز كبير او شي بو كبير هكا، باش كتزيد الجذور ديالها يتوسعوا كتزيد تكبر النبته. بالنسبه لهاد النبته اللي عندي انا غادي ان شاء الله من هنا للصيف غنشري لها شي بو كبير ان شاء الله، ونبدل ليه نيت اللون، حيت كان عندي البالكون في داك اللون، ملي بدلت اللون ديال البالكون خاصو يتواتى ليا مع هاد لي بو اللي عندي. ان شاء الله غنبدل ليها باش نيت تزيد تكبر وزيد تلقى المجال فين تكبر ان شاء الله طوال وتزيان ان شاء الله. المهم هذه طريقتي، قلت لكم كنضيف لها غير فقط التراب المدعم، كنضيفو لجميع النباتات صافي. من بعد ما كنضيف لهم كنسقيهم بالماء. المهم نتوما تشوفوا معايا طريقتي اللي كندير مع هاد لي بلانت، لانهم كيف كتعرفوا لي بلانت كيبغوا العنايه والعنايه بزاف بزاف باش كيكبروا معنا وكيبقاو ديما مبهجين لنا في البالكون او في الشريجمات ديالنا او غيره. المهم درت على النباتات ديالي كاملين اللي عندي، النباتات اللي صبروا ليا ماشي دوك اللي ماتوا، راه حيت كيموت معايا البرد انا ما كيصبرش معايا مده اطول. دابا كيف عرفتوا دابا حنا في الخريف صافي. المهم كيف نفس الطريقه نحاول نحيد نحيد التراب ونحيد هذاك نحاول شي ورق. بصراحه الورق كيف يقولوا تيكون بحال كومبوست، كنحاول نخشي في وسط النبته باش كتبقى كالنبته كتقوت وكتغذى من هذاك لي بلونط ديالها. صافي كنستمر على نفس الطريقه حتى غنقاد لي بلونط ديالي كاملين، وفي اخر مرحله اني غادي نسقيهم بالماء اللي غادي يكفيهم صافي. ومن بعد نجمع البالكون ديالي ونقادو باش ان شاء الله نوريكم ملي غادي لي بلونط ديالي يرجعوا النضاره ديالتهم والخضوريه ديالتهم. ان شاء الله مره اخرى نصور لكم كيفاش جا البالكون ديالي من بعد ما اعتنيت بلي بلونط ديالي. خليك لي مثالي ونطير معك بلا ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي مثالي ونطير معك بلا ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وملاك انا عشتني في الزنا، كيف تقلب الحنا شوف حالي انا. وانا وملاك انا عشتني في الزنا، كيف تقلب
الشارع هدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. أفهمني حاسس بيا عرفني تايه فيا ولو غبتي خاف عليا وملوش طول. وانا من انا عشتني فرزنا صفة القلب والأحلام شوف حالي أنا. وانا من انا عشتني وانا من انا عشتني فرزنا صفة القلب والأحلام شوف حالي أنا. وانا من انا عشتني فرزنا صفة القلب والأحلام شوف حالي أنا. عشيري هلا معايا في وقت الشارع هدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. أفهمني حاسس بيا عرفني تايه فيا ولو غبتي خاف عليا وملوش طول. وانا من انا عشتني فرزنا صفة القلب والأحلام شوف حالي أنا. صافي بعد ما كملت روينتي دابا غادي ندوز دابا نفطر حيت مازال ما فطرتش. بديت بالبالكون هو الاول، فطرت النباتات ديالي اللي هما الاولين وصافي. كنفطر ديالي خفيف، درت غير بوكاديو ديال البيض والفرماج والعسل وكويس ساعتي كيف العاده. ودابا غندير معكم واحد المافين كيجي قطني، تيجي روعه ليل بزاف. مافين بالشوكولا قطني غزال ما كاين ما احسن منه. مقادير جد بسيطه، نتوما تشوفوا معايا الطريقه والوصفه وعلى بركه الله نبداو الوصفه. على بركة الله نبداو تحضير المافين. غنحتاجو اول حاجه 2 ديال البيضات، غادي نضيفو لهم بالنسبه للسكر بطبيعه الحال كتبقى الكميه اختياريه. انا غادي ندير 100 غرام ديال السكر، هي كدير 185 غرام ديال السكر حبيبات، وغنحاولوا نطربهم مزيان. بالنسبه لهاد المافين فقط يمكن لكم تطربهم بالايد، ما محتاج ديروا الطراب، ما كياخذوش صراحه الجهد كبير. ومن بعد غادي نضيفوا كميه من الزيت، غنحتاجوا تقريبا ربع كاس ديال زيت المائده، زيت نباتي. حنا كنضيفوه بشويه بشويه وحنا كنطربوا في هذا البيض مع السكر مع الزيت باش يخترب معنا الخليط وكيطلع. غادي نحتاجوا 100 ملي ديال الحليب اللي ضفت له معلقه ديال الخل باش كيختار معايا. سينو ديروا علبه ياغورت طبيعي، الا ما عندكمش ياغورت طبيعي كليك ما تعوضوا 100 ملي ديال الحليب وتضيفوا له معلقه ديال الخل. صراحه الحليب كيجي احسن من الياغورت الطبيعي. الحليب اللي كنديروه في الخل تقريبا كيعطي نفس الحموضه. صافي هذوك المواد السائله اللي وجدنا. دابا غندوزو المواد الجافه. غنحتاجوا تقريبا 250 غرام ديال الدقيق، يعني 2 كيسان كبار، وغادي نغربلهم بطبيعه الحال. ومن بعد غادي نضيفوا 40 غرام ديال الكاكاو الخام، يعني قول تقريبا 2 معالق كبار هكا موافيين. 40 غرام ديال الكاكاو الخام، واكيد طبيعه الحال غنديروا معلقه كبيره ديال البيكين باودر او الخميره الكيماويه، ونص معلقه صغيره ديال البيكين صودا، والفاني طبيعه الحال. الفاني بلا ما نغربلو، الفاني حيت يكون حرش غادي نرميو فوق من المواد الجافه. وشويه الملح، قبيصه الملح الا كتبغيو. انا ما كنديرش صراحه الملح، يعني من النوع اللي ما عنديش مع الملح بصراحه. كنحاول ناكل حوايج كشويه صحيين. صافي هادو هما المقادير ديال الخليط الجاف. كيف قلت لكم دقيق كاكاو بيكربونات الصودا وخميره الكيماويه والفانيلا. صافي نحاولوا نمزجوا جميع العناصر مع بعضياتها بهذه الطريقه، وغادي نضيفهم بطبيعه الحال الخليط السائل اللي وجدنا من قبل. وها الخليط ديال المافين وجد معنا. الخليط كيجي صراحه هاش، كيجي مهوي زوين ما شاء الله. صافي غنخلط الخليط مع بعضياتو. كتكون لا تيكستور هكا ثقيله شويه. كنحاولوا نخلطو مزيان تينسجموا جميع العناصر.
وغادي نجيب قوالب الكاب كيك والمول ديال الكاب كيك، وغنحط فيها هذا الخليط ديالي بشويه بشويه. كيف كتشوفوا الخليط تيكون شويه عاقد ثقيل باش كيجينا هكا هشيش، يجي ماشي هشيش، تيجينا مقطن قطني ان صح التعبير طبيعه الحال. صافي هو الفران راه دابا كيسخن، غادي نضيفهم نديرهم في الفران. واخر حاجه غادي نزينهم بالشوكولا. ديك الشوكولا راه كاين نديروا شي حاجه كتبقى الفوق وشي حاجه كتدخل للداخل باش كيتسموا مافين انهم تيكونوا عامرين بالداخل بالشوكولا من الداخل او الكريمه او اي حاجه. صافي من بعد غنوريكم الشكل ديالهم باش بعد ما كيطيبوا كيجيو صراحه روعه، كيجيو قطنيين، خصوصا الا تناولتهم وهما باقين سخيخنين صراحه كيجيو روعه عجبوني، ونتمنى تجربوهم. غنوريكم الشكل النهائي في الاخير. هذا هو الشكل ديال لي مافين ديالي، كيف كتشوفوا كيجيو روعين، مافين بالشوكولا كيجيو روعه قطنيين فعلا رائعين، مذاقهم غزال ما شاء الله. يعني بصراحه عجبوني حمقوني، انا ما كرهتش ناكل كلشي غير ما خفتش على الوزن ديالي يتخرج العاود ثاني. صافي هذا هو الشكل ديال لي مافين ديالي اللي حضرنا مع بعض. نتمنى يعجبكم، وصفه اقتصاديه وسهله ما خداتش منا كاع وقت، 2 بيضات اللي درنا فيها فقط. كيف كتشوفوا رائعين هشيوشين يا ما شاء الله، ولذاذين الريحه ديال الشوكولاته او بودر ديال الكاكاو كيجيو طالعين منهم كيحمقوا. الى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله.